السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مبرد هواء من سوناي. طبعا اتطلب مني الفترة اللي فاتت دي ودخلنا على صيف، فهقول لكم مميزات المبرد وعيوبه، وهقول لكم رأيي الشخصي وآراء الناس اللي استخدموه، وكمان في آخر الحلقة هقول لكم على سعر المبرد. فلو أول مرة تشوفنا انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس. احنا قناة مهتمة ببرامج الأجهزة المنزلية، فلو حد حابب يشتري أو ياخد فكرة يقدر يسألنا في التعليقات، بنرد عليه على طول، أو من خلال الواتساب أي استشارة متعلقة بالأجهزة الكهربائية. يلا بينا نشوف معانا إيه النهاردة. بيكوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لأ وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بيكوين. طبعا شركة سوناي شركة معروفة جدا، عاملة منتجات كتيرة جدا. فاحنا النهاردة هنتكلم عن مبرد الهواء. بيكون موجود منه 40 لتر وموجود منه 60 لتر. احنا هنتكلم عن العيوب والمميزات بشكل عام. اول ميزة في مبرد هواء سوناي هو سعره الاقتصادي. سعره مش بيكون عالي جدا مقارنة ببعض الموديلات التانية. كنت عامل حلقة عن مبردات الهواء، عملت عن فريش وعملت عن تورنيدو وعملت عن افضل مبردات الهواء الموجودة في السوق بشكل عام. لو ما ظهرتش جنبي في علامة الاي انزلوا خدوا لفة في القناة هتلاقوا كل التفاصيل. مبرد هواء صناعي يعتبر اقل سعر موجود في السوق زي ما اتكلمنا، بس هل بيدينا قيمة مقابل السعر ولا سعره قليل ووحش؟ ده اللي هنعرفه على مدار الحلقة. تاني ميزة ان هو بيكون سهل جدا في الاستخدام. هو بيكون فيه 3 مفاتيح، كل مفتاح مكتوب عليه الوظيفة بتاعته. بيكون مزود ب4 عجلات كبار، طبعا ده بيدينا سهولة في التحكم فيه والحركة. برضو بيكون مزود بفلتر تنقية للهواء، ده بيدينا هواء نقي وبارد دايما. الفلتر الموجود فيه بيعتمد على ضخ الايونات اللي بتمنع الروائح الكريهة اللي بتكون صادرة عن الفلتر. هي مش بتمنع الروائح خالص طبعا، هي بتقلل شوية من الروائح. طب هل هو بيطلع روائح اثناء التشغيل؟ هو مبرد هواء صناعي بيكون فيه ريحة. طبعا بيكون فيه 3 مستويات للهواء على حسب طبعا حجم الأوضة ودرجة البرودة أو درجة الهواء المستحبة. برضو من مميزات مبرد الهواء سرعة تدفق الهواء. الموتور بتاعه بيكون قوي فالهواء بيتدفق بشكل سريع. بالنسبة للمساحة اللي بيغطيها فهو 40 لتر ممكن يغطي معانا مساحة 30 متر مربع، والسرعة تكون مقبولة. بيكون مناسب للأماكن المفتوحة الجافة. ما ينفعش نشتري مبرد هواء يا جماعة في أماكن رطبة. هو بتاع المناطق الصحراوية، هو أصلا تكييف صحراوي، اسمه تكييف صحراوي، مبرد هواء أو تكييف صحراوي. طبعا سعة الخزان بتكون كبيرة 40 لتر و60 لتر، فدي سعة كبيرة مش هنحتاج كل شوية نملى الخزان. في حاجة بقى أنا بعتبرها ميزة وعيب، هو بيكون وزنه خفيف. يعني تقريبا 40 لتر مش بيعدي 10 كيلو وزن بدون مية. ميزة وعيب في ايه؟ ميزة اللي هو بيكون سهل في التنقل، لكن عيب ان خاماته بتكون ضعيفة. ده كده يعتبر كل مميزات مبرد هواء صناعي. نيجي بقى نتكلم عن العيوب. قبل ما نخش على العيوب اسيبلكوا جنبي في علامة الاي مقارنة بين مبرد هواء تورنيدو ومبرد هواء فريش، اللي يعتبر من افضل انواع مبردات الهواء الموجودة في السوق. لو ما ظهرتش جنبي خدوا لفة في القناة هتلاقوا الفيديو هتستفادوا جدا. اول عيب في المبرد انه صوته بيكون عالي. طبعا زي ما ذكرنا ان الهواء بيكون متدفق بسرعة، فده معناه ان الموتور بيصدر صوت عالي بيكون مزعج، مش مناسب جدا تشغيله اثناء فترة النوم. تاني عيب ان هو بيتسبب في زيادة الرطوبة. في بعض المبردات ممكن نستخدمها والمكان مقفول، مش لازم يكون مفتوح، طبعا احجام صغيرة او ساعات صغيرة. لكن مبرد هواء صناعي لازم تكون المكان مفتوح والرطوبة بتكون قليلة. يعني لو الرطوبة عالية ما نجيبش مبرد. طبعا بيشتغل بالمية وبيشتغل برضو بالتلج. برضو عيب ان هو بيحتاج ننظف الحوض باستمرار. طبعا العيب ده موجود في كل المبردات، فبيحتاج يتنضف ويتطهر. طب ننضفوه بايه؟ بنستخدم المية السخنة والخل والملح. بيتنضف الخزان بتاعه، بتتكب المية وبيتملى تاني عادي جدا. بيحتاج ننضف الفلتر باستمرار. طبعا زي ما اتكلمنا ان في روائح بتطلع منه اثناء التشغيل، برضو مع الفلتر كل فترة كده بنحتاج ننضفه. برضو زي ما قلنا ان هو بيكون خفيف، فاحنا قلنا انها ميزة وعيب. بالنسبة للعيب ان هو خاماته ضعيفة جدا، يعني لو حد خبط فيه لو وقع غصب عنكم فهو بيتكسر للأسف.
دلوقتي هنتكلم معاكم عن آراء المستخدمين. آراء اتقسمت نصين، إيجابي وسلبي. الآراء الإيجابية إن سعره مش بيكون عالي، لو هنقارن بينه وبين المروحة فهو بيكون أفضل من المروحة، بس مش بيوصل لمرحلة التكييف، يعني مش هيديك نفس أداء التكييف. بالنسبة للآراء السلبية إن هو بيزود الرطوبة، فده لا قدر الله ممكن يأثر على الجهاز التنفسي. ده بالنسبة لآراء الناس، لكن بالنسبة لرأيي أنا مش بنصح بيه نهائي، لأن خاماته بتكون ضعيفة وصوته بيكون عالي وبيزود الرطوبة. الحاجة المميزة الوحيدة اللي فيه إن سعره بيكون قليل، ده غير إن الريحة اللي بتصدر منه بتكون وحشة، بتبان جدا في الهواء. بالنسبة لسعر المبرد فبيكون سعر ال 40 لتر عامل 3500 جنيه، وسعر ال 60 لتر عامل 3920 جنيه بالظبط. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم حلقة جاية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.